يبدأ فيلمنا مع الحلوة نارو اللي بتتدرب بالفاس بتاعتها مع الكلب ساري لحد ما بتشوف غزالة فبتقرب عشان تصطادها. ما شاء الله غزال بيصطاد غزال. المهم بتطلع جارية وراها وبتحاول تصيبها أكتر من مرة لكن الغزالة بتقدر تهرب، وبيكون في حد حاطط شبكة والكلب ساري بيقع فيها لكنها بتفكه، وبتسمع صوت الرعد والبرق. بتبص فوق بتلاقي السما شكلها غريب جدا. بتروح تحكي لأخوها اللي بيصطاد النسر في لحظة وبتقوله إنها شافت إشارة في السما وهي بتتدرب اسمها طائر الرعد، وبتقوله كمان إنها جاهزة للمشاركة في كاتامية. إيه كاتامية دي؟ هنعرف بعد شوية. بتروح لخالتها عفاف اللي بتصنع علاج لزعيم الحرب قبل الجفاف. بيدخل عليهم تابي بيقول لهم جريان نسوان أنا جايب لكم أكلة نسور جمدان أراك توزع من مال أمك. المهم طنط فوفا بتبعت نارو عشان تجيب لها زهرة هتساعد في العلاج لأن الزهرة دي مخدر قوي جدا، لكننا بنشوف مركبة بتغير شكلها وبتطلع في السماء، وبعدها على طول بنشوف مخلوق غريب بيغير شكله لشكل الطبيعي اللي موجود فيها. نارو بتروح عشان تجيب الزهرة اللي خالتها قالت لها عليها. بتلاقي كل شباب القرية بيجروا، فبتسأل واحد وبتعرف إن في أسد أخد حد اسمه بوهي ولازم يلاقوه. كلهم بيروحوا الغابة عشان يدوروا عليه، وفي واحد منهم بيسمع صوت غريب فبيجهز السهم عشان يضربه، لكنها بتطلع نارو كلهم بيتنمروا عليها لأنها بنت وبيقولوا لها إنهم مش محتاجين طباخة، لكن تابي بيدافع عنها وبيخليها تفضل معاهم وبيقول لها تجيب الأسد ده حالا عشان تثبت نفسها. وراه بتاخد الكلب بتاعه وبيمشي وراه لحد ما يوصلوا لبواقي العظم الأسد سايبها. بيكملوا ماشي وراه لحد ما الكلب بيوصل لبوه صاحبهم وبيكون لسه فيه الروح، لكن الأسد مشرحه. نارو بتعالجه بياخدوه ويمشوا. تابي بيقول لها إنه لازم يفضل عشان يصطاد الأسد ده. أسد يعني مش حوار. لكنها بتقول له ازاي بوهي عايش؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه خوفت الاسد عشان كده هرب وسابه حي. بيقول لها سيبي الطلعه دي وخلي بالك من بوهي. بتمشي فعلا مع الشباب لكن الكلب بيشم ريحه حاجه غريبه فبتسيبهم وتروح تشوف ايه هي. بتلاقيها حيه مسلوخه، لكن مش ده اللي لفت نظرها. اللي لفت نظرها هو اثار رجل كبيره جدا زي رجل وحش او حاجه. جماعتها بيرجعوا بيقولوا لها ممكن تكون اثار دب. بتقول لهم دب هيسلخ تعبان حي ويمشي على رجليه الاتنين طول الوقت، وبتروح جري عشان تحذر اخوها، لكن اخوها بيشدها وبيقول لها طفي المشاعر اللي معاها علشان ما تخوفش الاسد لانهم في منطقته وكده، وبيسالها ليه رجعتي. بتقول له انها شافت اثار رجل ضخمه جدا لكن نفس غباء اخواته. بيقول لها مش حته دب اللي هيخوفني يا بنت. بتقول له ما تشغلش دماغ اهلك واسمع، الاثار دي مش اثار دب، دي غريبه جدا، مفيش دب هيسلخ تعبان حي. تامي بيقول لها ايا كان احنا في عرين الاسد دلوقتي. بيروحوا علشان يصطادوه. بتقول لهم على طريقه جديده للصيد بس صاحبهم بيرفض، وبرضه تامي بيقنعوا انهم هيجربوها، والخطه انهم هيحطوا طعم ونارو تطلع في مكان عالي وتامي هيستدرج الاسد عشان يقتلوه. بس الاسد ما بيضيعش وقت وبيطلع على صاحبهم ويقتله، وبيكون هو ونارو على الشجره مواجهه الاسد ومراته. نارو بتكون خايفه لانها اول مره تواجه اسد، وبتسمع صوت من بعيد فبتقع من على الشجره وبيغمى عليها. بتفوق بتلاقي نفسها عند طنط عفاف اللي بتغطيها باللحاف، وبتبقى مصره جدا انها تروح لاخوها تابي تاني، لكنه بيبقى وصل وكمان جايب الاسد في شوال، وبيقف قدام اهل القريه وبيتوجوه زعيم الحرب وكلهم بيصوتوا له وبيحيوه. ونارو بتمشي لكنه بينادي عليها. بتقول له ان في حاجه غريبه في الغابه دي، وانها بتشوف برق وتسمع صوت غريب واثر اقدام ضخمه، وانها لو اضطرت تواجهه لوحدها هتعمل كده، لكنه مش بيبقى مصدقها وبيقول لها انا مش هينفع تعمل كده، وبيسيبها ويروح يكمل احتفال. وتاني يوم نارو بتجهز وكانها داخله حرب وبتاخد ساري وتمشي، والمخلوق الغريب ده بيراقب الذئب من بعيد وبيدخل معاه في مواجهه، وطبعا الذئب ما بيبقاش عارف هو بيواجه ايه، لكن المخلوق ده بيقتله بيقطعه بياخد دماغه. ونارو بتكتشف طريقه جديده للقتال بالفاس بتاعتها وبتفضل تتدرب عليها لحد ما تبقى محترفه، وبتصطاد لها 5-6 ارانب كده لزوم العشاء يعني. والوحش بيسيح دماغ الذئب وبيعلقها زي سلسله، بس بيسمع صوت الكلب ساري وبينزل على الصوت. وناري بتلاقي قطيع كامل من البقر مقتولين، وبتلاقي حاجه من اثر الوحش، والوحش بيمشي ورا خطوات ناري وهو كمان بيلاقي حاجه من اثرها. بنرجع لناري واللي بتكون مغروزه في الطين ومش عارفه تطلع. بتحاول اكتر من مره لحد ما تطلع. بعدها ناري بتسمع صوت وبتروح عليه. بتلاقيه دب بياكل في غزاله علشان جات له الحاله. بتيجي عشان تضربه، القوس بيتقطع والدب بيعرف مكانها. بتفضل تعافر عشان تصلحه والدب بيكون وصل خلاص، لكن الكلب بياخده بعيد عنها وبتقدر اخيرا تصلحه. بعدها الدب بيرجع تاني وبيحاول يوصل لها، لكن بعد ما بيزهق بيسكت. نارو بتفتكره مشي، لكنه بيكون بيحارب الوحش وبيفضلوا يضربوا في بعض. كل ده ونارو مش مصدقه اللي هي شايفاه، لحد ما الوحش قتل الدب وصفى دمه. ونارو طبعا نطت في النهر عشان تبعد عنه. بعدها بتقابل اصحاب اخوها المفروض ان هو بعتهم يدوروا عليها، وبتحاول تقنعهم انها شافت الوحش، لكنهم كالعاده بيتريقوا عليها. ولما بتحاول تمشي وتسيبهم واحد بيضربها لكنها بتكسره. بعدها كلهم بيتلموا عليها وياخدوها. في الوقت ده الوحش بيكون مراقبهم، بيقتل اول واحد فيهم وبيظهر بوشه في الوقت ده. وفي واحد قلبه جايبه دخل عليه وودى حبايبه، فضل يضرب فيه لحد ما الوحش قطع ايده وبعدين رقبه. الواد التاني يهرب، لا طبعا دخل عليه وكان فاكر انه هيقتله، لكن الوحش قتله في ثواني. وكده ما عادش غير الحلوه تهاني نارو يعني. وطبعا كلنا عارفين الجري نص الجدعنه. تطلع تجري، واحد من جماعتها بيلحقها وبلغه الاشاره بتقول
له ان اصحابهم اتقتلوا وبيطلعوا يجروا منه، لكنه بيلحق اللي معاها. نارو ما وقفتش وكملت جري لحد ما وقعت في مصيده حد حاططها، وبعدين بيجي اصحاب المصيده وبيضربوا نارو وياخدوها. ولما بتفوق واحد من الصيادين بيتكلم بلغتها وبيقول لها ان المخلوق ده قتل كل جماعتها وانها لازم تساعدهم. بعدها بيهددها بقتل اخوها وبياخدوهم هما الاثنين ويربطوهم في شجره كطعم يعني عشان يستدرجوا الوحش، وبيكونوا قاعدين يراقبوا وما يعرفوش ان الوحش بيقطع في الرجاله من وراهم، وبيروح على نارو اللي المفروض ان هي الطعم. لكن نارو بتقول لاخوها انه مش بيصطاد بالطريقه دي، لانه مش بيقتل الا اللي بيشكل عليه تهديد وبس او ماسك سلاح. الوحش بيروح ناحيتهم لكنه بيقع في المصيده اللي الصيادين حاطينها، وبيطلعوا يمسكوه ويكتفوه وبيفتكروا انهم خلاص هيقتلوه، لكنه بيقوموا بيقطعهم واحد واحد وبيفك المصيده. نارو تقدر تفك نفسها هي واخوها. تابي بيروح علشان يجيب حصان يهربوا بيه، ونارو بتروح عشان تجيب الكلب بتاعها. والوحش بيكون سايب الصيادين مفاجاه، واول ما يقربوا عشان يفتحوها بتتفتح في وشهم وتموتهم، وبيكون فاضل شويه من الصيادين هيقتلوا الكلب ساري، لكن نارو بتدخل عليهم وبتذبح فيهم، وبتكون اسرع من الوحش نفسه وبتخلص على الباقيين منهم وبتفك ساري. وبعدها بيجي الراجل اللي بيتكلم بلغتها وبيطلب منها انها تساعده، وفي المقابل هيعلمها تضرب بالسلاح. بتساعده فعلا وبتعالجه، واول ما بتسمع صوت بتمشي وتسيبه. في الوقت ده الوحش بيجي ويقتله، ونارو بتكون مستخبيه وشايفه كل حاجه، ومن حظها الازرق ان الكلب بتاعها رايح جري ناحيه الوحش وكان لسه هيقتله، لكن اخوها تابي ضربه ووقع القناع بتاعه. وكده الوحش مش عارف يصوب كويس، لكنه بيركب القناع تاني وبيبص ناحيه نارو. تابي ضربه واحده في قلبه وقال يعني هتقص ولا اي حاجه. بيكمل ضرب فيه وضربه اسهم كتير جدا، لكنه بيختفي وبيظهر فجأة بيقتل تاني. نارو مش عارفة تعمل ايه. اخوها بيحاول يوقفه المرة الأخيرة لكنه بيخلص عليه. بيبص تاني بتكون نارو هربت وراحت تستخبى في مكان، وبتلاقي زعيم الصيادين اللي خطفها وعذب اخوها بيشرب، فبتضربه وتقطع له رجليه من السكك، وبتاكل الزهرة البرتقانة عشان تتخدر، وبكده الوحش مش هيحس بيها لأنه مش بيشوف غير إشعاعه بس. وأول ما الصياد بيمسك البندقية الوحش بيجي عليه وبيقطع رقبته، ونارو بتكون وراه وبتضربه بالنار وبتاخد القناع بتاعه وتجري، وبتعمل خطة وتستدرجه عشان عارفة إنه هيجي على القناع، لكنه بيكشف خطتها دي وبيقف في نص الطريق. بس نارو بتكون اذكى منه وكمان مستنيه فوق الشجره، بتنزل عليه وهتك يا ضرب، بس بيشيلها يرميها بعيد عنه وكان لسه هيقتلها. في الوقت ده الكلب بتاع نارو بيجي وينقذها، بتطلع تجري من الوحش وبتكمل خطتها وبتقطع دراعه. الوحش بينزل ضرب فيها وكان خلاص هيقتلها بس بتعرف تهرب منه. الكلب بيجيب لها مطرقتها وبتشرح في الوحش لحد ما توقعه في الطين، لكنه بيطلع تاني ويوجه السلاح عليها، وطبعا مش لابس القناع فمش عارف يصوب، بس نارو بتكون موجهه القناع عليه وبتقتله. بترجع القريه ومعاها راس الوحش اللي قتل نص اهلها. طبعا اهل القريه بيتوجوها زعيمه الحرب. كان معكم اخوكم جابر من قناه فيلم في 2 كلام. اشوفكم على خير.